زوجة أشرف حكيمي كتطلب منه الطلاق بعد الاتهامات اللي توجهت ليه مؤخرا بالاغتصاب. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، الا ما كنتيش مشترك اشترك في القناه ودير معاك ديك لايك وخلي لنا شي تعليق زوين. نبداو الفيديو ديالنا. زوجة حكيمي كتطلب الطلاق منه بعد توجيه الاتهامات ليه بالاغتصاب، وهذا الشيء هذا اللي نشرته واحد الصحيفه اسبانيه ان زوجة اشرف حكيمي بادرات بالاجراءات ديال الطلاق من حكيمي. هنا السؤال اللي غادي نطرحه، واش بصح الطلاق هذا جاء من بعد الاتهامات اللي توجهات لاشرف حكيمي بالاغتصاب من هذيك البنت الفرنسيه واللي نشرتها الصحيفه الفرنسيه لو باريزيان؟ واش هذا الطلاق هذا غادي ياثر على الاجراءات ديال المحاكمه ولا التحقيقات اللي كتوجه لاشرف حكيمي؟ واش هذا الشيء كيدل على ان اشرف حكيمي بصح مذنب في هذه القضيه وانه قام فعل الاغتصاب او التحرش؟ بعض الصحف كتنشر بان العلاقه اللي كانت بين اشرف حكيمي والزوجه ديالها كانت علاقه متوتره، وهذا الشيء اللي شفناه في كاس العالم من بعد واحد اللقطه اللي شداتها الكاميرات، هو كان واحد النقاش ما بينه وبين الزوجه ديالو على اللي ما كيبان من الفيديو انها كتوبخو علاش تعطل باش يجي ليها، علاش دار على الجمهور كامل وخلاها هي الاخرى. هنا كيبان لينا بان زوجة اشرف حكيمي كانت كتقلب على السبه باش تبادر اجراءات طلاق، ومني توجهوا ليه اتهام ديال التحرش والاغتصاب فكانت هذه هي الفرصه المناسبه باش تبادر في اجراءات ديال الطلاق، واللي كيبين على انه فعلا كاين مشكل ما بين اشرف والزوجه ديالو. هو في الحفل الجوائز في الفيفا اللي تقدم مؤخرا، فهو الحضور ديالو ما كانش مع الزوجه ديالو بل كان مع الاخ ديالو، مع العلم انه في المحافل السابقه كان كيتواجد ديما مع الزوجه ديالو. وكما لاحظنا في كاس العالم مؤخرا فالزوجه ديالو الاب ديالو ما كانوش كيتفارقوا معاه. هنا غادي نطرحوا السؤال، واش هذا هو الوقت المناسب اللي كان خاصها تطلب منه هي الطلاق؟ واش ما كانش من الافضل انها تساين واحد الفتره ولا تساين كتمر هاد الازمات اللي كيمر منها اشرف حكيمي ومن بعد عاد تطلب الطلاق؟ بحكم انهم سنوات وهما مع بعض وعندهم طفل، فكنظن انه احسن قرار واحسن خيار كان ليها هو توقف معاه وتكون ليه سند هذا الوقت اللي كيمر منه، كما شفنا مع الزوجه ديال سعد المجرد اللي كانت كتواجد معاه في جميع مراحل ديال المحاكمه. بل اكثر من ذلك ادلت بالشهاده ديالها امام المحكمه الفرنسيه وقالت باللي ان سعد المجرب هو انسان طيب وخلوق، انه محب للمراه وما يمكنش يقوم بهذا التصرف هذا اللي كتهموا به. اشرف حكيمي الان هو في واحد المفترق ديال الطرق اللي غادي ياثر على المستقبل ديالو سواء بالايجاب او بالسلب، لانه نقطه مهمه خاصنا نركزوا عليها هو ان هذا الطلاق هذا والاجراءات ديال الطلاق اللي بادرت بهم الزوجه ديالو غادي يكون عنده تاثير على المحاكمه ديالو. حنا متاكدين باللي اشرف حكيمي بريء من التهم، ولكن بحال هاد القرارات هادو فالمحكمه كتاخذهم بعين الاعتبار وكتطرح مجموعه التساؤلات على الاسباب ديال هاد الطلاقات، وبطبيعه الحال غادي يدخلهم الشك علاش كان الطلاق والاجراءات ديال الطلاق في هاد الوقيته بالضبط. اشرف حكيمي قبل يومين كيصرح انه مستعد للامتثال امام المحكمه وانه ما عنده ما يخفي، لكن بعد صدور اعلان طلاق فهو كيخرج للصحافه وكيصرح ان هاد الاحداث هذه كتاثر سلبا على الحياه ديالو. كما ان لاحظنا في المقابله الاخيره تم الاستبعاد ديالو بسبب الاصابه وانه تبع المقابله ديالو من المنزل، وهذا الشيء اللي كان نشره عبر ستوري عبر الانستغرام. رغم كل هذه الاتهامات والمشاكل اللي كيمر منها حكيمي فالاداره الباريزيه مازال كتدعمه وواقفه في جنبه، وكذلك المحيط ديالو اللي كيستنكر التهم اللي توجهات لحكيمي وان هذا التصرف هذا ماشي من الشيام ديالو وماشي من التربيه ديالو وان حكيمي مشهود له بالاخلاق. لكن الصحف الفرنسيه والعنصريه ما كترحمش، فهي كتستغل اي هفوه لتقتات منها على ظهر حكيمي. وبعد ما صدرات الصحيفه الاسبانيه الخبر ديال اجراءات الطلاق اللي كتقوم بها الزوجه ديالو، فالصحف الفرنسيه ما تاخراتش بطرح مجموعه من الاسئله الغير البريئه واللي بطريقه او باخرى كتحاول تتهم بها اشرف حكيمي وكتلمح لان هذا الطلاق هذا جاء بسبب الاتهامات اللي توجهات لاشرف حكيمي بالاعتداء الجنسي. كما هو معروف في هذه الصحافه العار فهي كتكره اي حاجه كتنتمي للمجتمع الاسلامي او العربي. هما الرسول صلى الله عليه وسلم وما احترموش وتجرؤوا عليه سواء بالسب والقذف، فما بالك بشخص عادي مثل حكيمي؟ ملي كنقول عادي فهو عادي مقارنه اشرف الخلق. كيف قلت لكم الصحف الفرنسيه ما تعطلاتش وبدات كتقول شنو السبب ديال الطلاق، واش اكتشفات بان حكيمي بصح قام بالاعتداء على الشابه، وعلاش الطلاق في هذا الوقت. مجموعه من الاسئله اللي ما كانتش بريئه وكنشوفها كتحاول توجه الاتهام
لأشرف حكيمي، وأن هاد كل الأسئلة المطروحة كان الهدف ديالها الأساسي هو التوريط ديال أشرف حكيمي ورفع الضغط عليه، وكذلك تحريك الرأي العام الفرنسي. ولكن وأنا كنسجل هذا الفيديو كنتفاجئ بالخبر اللي كنشرو معايا واحد الصديق أن الاتهام صدر رسميا في حق أشرف حكيمي، وأن المدعي العام الفرنسي كيوجه تهمة رسميا لأشرف حكيمي، وكذلك تم وضع أشرف حكيمي تحت الحراسة النظرية. من بعد ما توجه لي اتهام بشكل رسمي، فالمحامية ديال أشرف حكيمي كطالب المتهمة بالخضوع للفحص طبي أو نفسي، لكن هاد الأخيرة هادي كترفض الخضوع أي فحص طبي أو نفسي بذريعة أن هاد الشيء هذا غادي يكشف على الهوية ديالها، والكشف ديال الهوية ديالها غادي يعرضها للخطأ. وكذلك أن المحامية كتكشف أن المدعى عليه اللي هو أشرف حكيمي اللي كتمثله تعرض للابتزاز. وبعد انتشار القضيتين ديال أشرف حكيمي وسعد المجرد في الوسط الإعلامي والكل ولا كيتحدث عليهم، خرجوا بعض المقاطع أشخاص اللي مشاو معهم فتيات وشابات فرنسيات للفنادق، لكن من حسن حظ هاد الأشخاص هادو وضعوا كاميرا خفية سجلوا فيها شنو وقع. فمن خلال المشاهد اللي تنشروا عن طريق هاد الأشخاص هادو تبين أن هاد الفتيات هادو كيحاولوا يستفزوا هاد الأشخاص بالضرب والشتم والبصق، باش هاد الأشخاص هادو تكون عندهم واحد ردة الفعل، يقدر يضربها ويقدر يدفعها وتبقى على طراس ديالو على الجسم ديالها. هنا غادي تحاول تهمو بالتحرش أو الاعتداء. كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل أن القانون الفرنسي فيه شي ثغرة، وها الثغرة هذه كيحاولوا يستغلوها بعض الفتيات أو الشابات الفرنسيات وكيقتنصوا المشاهير، لأنه بطبيعة الحال ما يمكنش تقتنص واحد الشخص اللي عادي أو عنده واحد مدخول عادي. لهذا فهما كيحاولوا يتقربوا من المشاهير بغية الحصول على تعويضات مالية ضخمة اللي غادي تخليها تعيش حياتها كاملة في واحد الراحة تامة بدون أي عمل. وهذا الشيء هذا اللي كشفاته المحامية ديال أشرف حكيمي، حيث قالت أن أشرف حكيمي تعرض للابتزاز وخلات الجملة غامضة، ولكن بطبيعة الحال أن هذا الابتزاز هذا غادي يكون من أجل الحصول على مبالغ مالية. فهي كتواصل مع الضحية ديالها، لأنه فهي كتواصل مع الضحية ديالها في الحالة ديال أشرف حكيمي، رغم أنه أمام القضاء المتهم هو حكيمي، ولكن في هذه الحالة ديال النصب أو الابتزاز فالضحية بطبيعة الحال هو أشرف حكيمي، لأن هذا الفيلم وهذه القصة كاملة فهي مخدومة فقط من أجل إسقاط أشرف حكيمي في تهمة تحرش. وممكن تكون وراهم واحد العصابة هي اللي كتسير هاد الفتيات هادو، وهي اللي كتوجههم وكتختار لهم المشاهير اللي غادي يستهدفوا. اللي كيخلي هاد العصابات او هاد الشابات يستمروا في هاد الاعمال ديالهم هو القانون الفرنسي بنفسه، حيث ان الاتهامات اللي كتوجه بدون اي دليل، فقط بمجرد شكايه وتجي امام مخفر الشرطه وتقول لهم انني تعرضت للتحرش او الاغتصاب، مع بعض الدموع اللي كتبين انها ضحيه بطريقه غير مباشره. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبك ما تنساش دير لنا لايك والاشتراك في القناه بطبيعه الحال، وخلينا شي تعليق والرأي ديالك. واش بصح أشرف حكيمي ضحية ابتزاز كيف ما صرحات المحامية ديالو، أم أنه متهم وبصح تعدى على ديك الشابة الفرنسية، أم أنه ضحية الخلافات السياسية اللي واقعة ما بين فرنسا والمغرب، واللي فرنسا من خلال المشاهير المغربية كتحاول تصفي الحسابات ديالها المغرب، اولا بسعد المجرد وتاليا مع اشرف حكيمي، وما عرفناش شكون جاي من بعد. ام انه ضحيه القانون الفرنسي اللي الشابات الفرنسيات كيستغلوا هاد الثغره هذه بغيه الحصول على مبالغ ماليه وتعويضات تغنيهم عن العمل.